الخرطوم، ثم مديراً لامتحانات السودان، ثم وزيراً للتربية والتعليم بولاية الخرطوم، ثم وكيلاً لوزارة التربية والتعليم الاتحادية. لا أريد أن أسترسل في تاريخ الرجل، ففي عهده تم انعقاد المؤتمر القومي للتعليم الذي تمخض عن أكثر من 100 توصية إجرائية، منها على سبيل المثال للحصر الأكاديمية المهنية العليا لتدريب المعلمين التي ستضع حداً لهاجس التدريب. طبعاً ده ملف أعلم به المعلمين. ثم وضع وثيقة جديدة للمناهج، والوثيقة بمعناها العميق تعني مستقبل الأمة، مناهج جديدة للتعليم العام الآن جاهزة للتطبيق. أيضاً هناك مشروع كبير اللي هو إجازة قانون تمهين التعليم، وهذا سيضع حداً للفوضى التي تفشت. هناك معايير وضوابط للانتساب لمهنة التعليم مثل المهن الأخرى. أيضاً هناك اهتمام متعاظم بالتعليم القرآني وتجربة مدارس الحافظين، ولعل العلفون لها التجربة، تطبق هذه التجربة بتجربتين: مسجد الشيخ عزيز سعد الأرباب، ثم مركز الشيخ ياسر عثمان جاد الله. ستجلس أول دفعة في تاج الحافظين العام القادم إن شاء الله. الأستاذ محمد أحمد حميدة يلغي بالطباشيرة جانباً، لا يعطينا حصة في مادة الرياضيات أو الاحتمالات، ولكن يتقدم هذه المرة ممسكاً بالقلم الأحمر، قلم الوكيل، ليضع النقاط فوق الحروف ويجيب معنا على السؤال: ثم ماذا بعد هذا الاحتفال؟ بعد هذا التأهيل والجمال، ثم ماذا بعد؟ شكراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على معلم الإنسانية وهادي البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ الكريم الباشمهندس صديق محمد علي الشيخ نائب والي ولاية الخرطوم، الأخ الكريم الدكتور عبد المحمود النور وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الأخ الكريم الدكتور عمار معتمد محلية شرق النيل، مشايخنا الكرام، الأهل والأحباب جميعاً بمدينة العيلفون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد كل السعادة أن ألتقي هذه الأمسية بهذا الجمع الكريم من أهل العيلفون، أهل العلم والدين والثقافة والتجابة، الضاربين في جذور هذه الأمة. وسعيد كل السعادة بهذه المناسبة أن تكون مغرونة بعدة مناسبات، وأعظمها ميلاد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة دائما أحب أن أروي حديث قرأته قبل أيام. قيل إن أحد الملائكة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحصي ذرات الماء تنزل على الأرض؟ فقال الملك: أحصي ذرات الماء تنزل على الأرض والجبال والبحار. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكائه، لكن الملك استدرك وقال له: لكني عجزت أن أحصي أجر قوم جلسوا يصلون عليك صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتفل، تقترن هذه المناسبة الطيبة بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتقترن بعيد الاستقلال المجيد، استقلال السودان الذي ناضل فيه أجدادنا وأهلنا جميعا حتى نال السودان استقلاله. أنا سعيد كل السعادة بهذا الذي رأيته اليوم،
فقد زرت المدرسة وأنا كنت مديرا للتعليم، وجدتها لا تسر، ووجدت عدد الطلاب فيها بسيط جدا، وكان السبب أن هذه المدرسة غير صالحة البيئة حتى يحضر إليها الطلاب، فهاجر منها الطلاب إلى المدارس الأخرى. لكننا اليوم والله عندما دخلت هذه الفصول ورأيت ما تم من أعمال، شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أولا على توحد أهل العيلفون، مغتربين، شباب، لجنة، قيادات، كلهم توحدوا ليصينوا هذه المدرسة بهذه الطريقة التي رأيناها. وفوق هذا وذاك الأخ تلميذ هذه المدرسة الباشمهندس الصديق محمد علي الشيخ، هذه لوحة رائعة، لوحة رائعة تعاون فيها الجميع. وأوصيكم القول أنكم لو استرتم في هذا الطريق سوف تصلون بإذن الله إلى ما تبتغون. إذا سرتم في هذا الطريق الذي توحدت فيه كلمتكم وعليت فيه همتكم، مغتربين من أبناء هذه المدينة وشباب من أهل هذه المدينة ومعلمين برئاسة الأستاذ عبد القادر من أهل هذه المدينة، لو كل هذا الجمع الكريم توحد مش حيبني والله يعيد صيانة مدرسة الأولاد والله مدرسة البنات لوحدها، إنما يقيم مؤسسات تكون مفخرة تشبه أهل العيلفون. والله أنا سعيد كل السعادة، وكنت أود أن أذكر زملائي الكرام من أهل العيلفون. العيلفون مشهورة بعلماء في كل المجالات، لكننا دائما نتحدث بقبيلتنا. قبيلتنا هي المعلمين، كل زملائنا المعلمين، أستاذ أحمد ومحمد عبد الرحمن وأحمد وقيع الله وكلهم السابقين منا والموجودين هم كلهم أعلام أدوا دور مش للعيلفون فقط، إنما أدوا دور لكل السودان ولاية الخرطوم. ولو كان الوقت يسعنا كان نذكر كلهم الأحياء منهم والأموات، لكن ذكرنا ذلك على سبيل المثال له منا الشكر. أستاذنا صباحي ذكرني بصفات، قالوا الرجل لما جلب بتاع الأرضحالات ويتكلم عنه وقعد يبكي، قال لي أنا ما عارف نفسي مظلوم كده. فأنا والله سعيد كل السعادة وكل أمنيتي أني مدرس. لو أنني خيرت منذ ولادتي ما كنت غير معلم أختاره. ولذلك يعني أنا سعيد كل السعادة والله بأنه باسم المعلمين جميعا يتم هذا العمل الطيب الكبير من أهل العيلفون. وأبعث لكم بتحيات السيدة وزيرة التربية والتعليم. أنا اعتدت أن لا أقول أني أشارك بكذا وكذا، لكن أعد أني بما عندي إن شاء الله بكرة أستاذ صباحي وهو معنا في الوزارة قبل أن أدخل المكتب يجي نحشى أن أشارك، لأنه لو ما شاركت والله بيكون عيب علي. لكن أشارك بشنو لحد ما أفتح الجراب وشوفوا شنو. لكن أول لو جاني أستاذ صباح أنا أحب لما أعمل لي حاجة أعملها لأنه خير الكلام العمل اللي بيقدم بدون تأجيل، والله نتبرع بكذا ويجيكم بعد شهر ولا شهرين والله ما يجيكم بمدة اللي عندي بكرة إن شاء الله اتبرع بها مشاركة مني لصيانة هذه المدرسة. ربنا يوفقكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر. ومن أراد العلا عفوا بلا تعب غضى ولم يغض من إدراكها وطرا. المهندس الصديق محمد علي الشيخ يبدو أنه من الرجال الذين يجسدون معنى الوفاء قولا وفعلا. نقدمه اليوم بوصفه خريجا في هذه المدرسة، ونقدمه بوصفه نائبا لوالي الخرطوم، فقد ظل وفيا لأهل العيلفون في كل مشروعاتها وبرامجها، وكان له القدح المعلى في دفع حركة التبرعات والمشاركة الفاعلة في حملة تأهيل هذه المدرسة وغيرها من المشروعات الضخمة التي تشهدها مدينة العيلفون
منها المدينة الرياضية، الصرح الرياضي الكبير الذي سيرى النور في مقدم الأيام. فليتقدم الأخ الصديق والزميل المهندس صديق محمد علي الشيخ ليضع بصمته الهندسية في هذا الحفل الطيب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات والأهل جميعا في هذا البلد الطيب. وأنا والله ما كنت ذا صباحي يقدمني، لأنه كنت أريد أن أقدم نفسي تلميذا لهذه المدرسة، لأن هذه الساحة هي ساحة الجمعية الأدبية، والتي صال فيها وجال عمر أحمد فضل الله وكثير من الناطقين بالعربية وبغيرها وبالإنجليزية، وعمر خالد مضوي، وكثير جدا من الذين تعلمنا على أياديهم كل الذي نحن الآن نكن لهم بكل الوفاء والود. نحن نحيي مقاماتكم جميعا، الأهل الكرام، الخلفاء، أهل البنايا وأهل التكايا وأهل التاريخ، والأهل الكرام جميعا والأخوات الكريمات. وأبدأ قولي بأن هذه المدرسة هي ما كانت بمعنى مدرسة فقط، وإنما كانت هي عبارة عن برلمان، مثلما يتوافد الآن إلى البرلمان النواب من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. كان كل أهل ريف شرق النيل وأحيانا غربه يتوافدوا إلى هذه المدرسة ليتعلموا العلم، بل وليتعلموا أيضا كيف أن أهل العيلفون تاريخا ومجدا وحضارة يتعاملون مع الناس كأنما هم أبنائهم. نحن وجدنا في هذا البلد كل ما يمكن أن تجده وأنت خارج قريتك الصغيرة أو مدينتك الصغيرة. وكنا إخوة متحابين. لو المطر نزلت والناس ما قادرة تركب باص حدربي ولا يا ود جيلاني باص أبوك زمان، كان الناس بيمشوا يعدوا الخميس والجمعة في العيلفون أو بيمشوا كداري لحد مضوهم بان. وبرضه لما كان يا محمد مضوي ما في زلط، كانت دقداق والكلام ده أنا قلت برضه في الأستاذ، قلت لهم زمان الزولة كان ضرسه موجعه وملخلخ شوية بيركبوا واحد من باصات العيلفون عشان الضرس يزيد قبل ما يصل الخرطوم. والبلد دي كان فيها خير كثير، وكان فيها فعلا توادد وتراحم ومحبة بين الناس، وكان شرها بعيد، وإن شاء الله يبقى برضو لا حس شرها بعيد. لأنه برضو أنا ذكرت في وقفة من الوقفات إنه الشفخانة بتاعت عثمان عجيمي كانت بتعالج، نحن بتعالج ناس العيلفون، لكن كان الشر بعيد. وحتى لما ما نجي للمدرسة أو ما نجي للشفخانة وعيانين يقولوا الليلة لازم تمشوا عشان في شربة بيضة كده صغيرة بيسقوها للطلاب كوقاية. ونحن والله كنا سعداء جدا، سعداء، لأنه هذه المدرسة كانت بالنسبة لنا هي جزء من تاريخنا، ولا تزال بحول الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله نصر بأنها يعاد لها سيرتها الأولى، ليست من المباني فقط ولكن من المعاني أيضا. نحن دايرين المدرسة دي تكون هي على رأس قوائم المدارس في ولاية الخرطوم، لأنه يا إخوانا تاريخها تاريخ متجذر عميق، وعايزينها إن شاء الله تكون على رأس التربية، مثل ما الآن اتكلم أخونا محمد مضوي. وأبناء العيلفون اللي نحن عرفناهم دائما هم سباقين إلى الخير في الداخل أو في المهجر، إحنا دايرينهم إن شاء الله أيضا يجعلوا من هذه المدرسة هي المثال. وإخواننا القاعدين موجودين فيها الآن أيضا يلتفوا حولها. أنا والله كنت أتمنى أنني لو رأيت أي من الأساتذة الذين علمونا حرفا في هذه
المسيرة الطويلة حتى نسلم على رؤوسهم، لأنه بنفتكر أنه داود ودين على رقبتنا لازم نحن نسديه. فلذلك ما يقدم لهذه المدرسة ده واجب يا أخواننا علينا جميعا، ولازم الناس يقدموا فيه. والعلفون تستاهل أكثر من كده، إن كان في الأستاذ ولا إن كان في التعمير ولا إن كان في كل ما ينفع الناس. إن شاء الله نحن بإذن الله سبحانه وتعالى معاكم كوقع الحافر على الحافر. ولذلك بذات الأولوية التي أتت بها مدرسة العلفون الثانوية، الآن إن شاء الله تأتي مدرسة العلفون الثانوية للبنات. ومن الآن بنقول للأخ وزير التربية تضع في ميزانية التنمية الجديدة مدرسة العلفون الثانوية للبنات كجزء أساسي إن شاء الله من تنمية العام 2014. ونبدأ يا محمد مضوي معاك، أنت تقدم 50 ونحن نقدم 50 ونمشي لقدام. نحن نسعد بهذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في لحظات خير ولحظات مودة ولحظات إلفة. ونحن والله لو بودنا أن نظل أكثر من ذلك حتى نسمع من كل الذين يتحدثون عن تاريخ هذه المدرسة، من حمد السيد لبرجس. الزمان كان نحن بناكل الفول وناكل الفتة هنا، وكل التاريخ القديم وكل الناس اللي نحن تعلمنا على أيديهم. زي ما قال لي عثمان قبيل، قال لي ده محل الجلد هنا ومحل الناس بيجلدوهم، وقلت لي لكن هنا كان محل الناس بيعلمون. حقيقة نحن نكن لهذا البلد كل الخير ونكن لأهل هذا البلد كل الخير، وعندهم دين علينا في رقبتنا مستمر، لأنه هم برضو أهل حضارة وأهل إرث وأهل تاريخ يستمر بذلك إن شاء الله تعالى. فلذلك نحن سعداء بهذا اللقاء. وزي ما قلت أنا والله لولا أني على ارتباط آخر بمناسبة أخرى تستوجب حضوري، لأنه الأخ الوالي بعافية شوية، لولا ذلك لمكث حتى خرجت آخر من يخرج من هذه القاعة. لكن إن شاء الله نلتقي في أيام طيبة، ونلتقي أيضا في ساحات طيبة، ونلتقي في رحاب هذا العمل الطيب. ومثل ما نلتقي الآن والمناسبات تترى علينا، الاستقلال بحمد الله سبحانه وتعالى، والذي كان فيه قدح معلى لأهل التاريخ في هذا البلد أيضا، والمولد والذي نرى خلفائه الذين يتوافدون إلى هذا البلد، وكل أهل شرق النيل كلهم بحمد الله سبحانه وتعالى بقباب وبذكرهم يفرحون بهذا الحدث التاريخي، وكل أهل السودان قلوبهم تهفو إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن سعداء إن شاء الله بهذا اللقاء، وبنقول لكم بإذن الله تعالى زي ما ذكرنا إن شاء الله وقع الحافر على الحافر يا أخ عبد المحمود، تنزل المدرسة الثانوية ونكمل إن شاء الله أستاذ العلفون، ونحتفل في ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شفى الله السيد والي ولاية الخرطوم شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله. حين يتقاصر الجهد عن جميل الوفاء، وحين يعجز اللسان عن طيب الثناء، فلا أجزل في العطاء من قولنا جزيت من المولى خير الجزاء. يتشرف منتدى العلفون جنة عدن الإلكتروني بتقديم درع الوفاء للمهندس صديق محمد علي الشيخ نائب والي ولاية الخرطوم، وذلك لدوره المتميز والفعال في صيانة مدرسة العلفون الثانوية بنين أعضاء منتدى العلفون جنة عدن، مولانا الخليفة علي خليفة الشيخ إدريس ود الأرباب، وخليفة عبد الله خليفة الشيخ المقابلي، والشيخ الخليفة غورني خليفة الشيخ الغرقان، والسيد رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بتأهيل العلفون الثانوية والباش مهندس محمد مضوي خوجلي، يكرمون السيد نائب والي ولاية الخرطوم المهندس صديق علي الشيخ وفاء وعرفانا وتقديرا لدوره الكبير والمتعاظم في خدمة أهله في العلفون وتبرعه المالي السخي الذي أكد وفاءه وعرفانه لأهله ومحبيه وأصدقائه ودفعته في مزرعة العلفون الثانوية. فالتحية له. حي معي السيد نائب والي ولاية الخرطوم. اعتذار تلقيته من ابن العلفون ووزير الصحة الأسبق بروفيسور مامون يوسف حامد، يحيي من خلال هذا الاعتذار أهلي في العلفون، ويثمن على الجهد الذي بذل في خدمة
العيلفون، وتحديدا هذا الجهد المبذول حتى خرجت مزرعة العيلفون الثانوية بنين بهذا الشكل الجميل الرائع. كما أحيي الباشمهندس إبراهيم محمد إبراهيم الفكي، والذي اعتذر لظروفه الصحية، وأوفد ابنيه منصور إبراهيم والزبير إبراهيم التحية للعم والأخ الحبيب الباشمهندس إبراهيم محمد إبراهيم الفكي. مجموعة اتصالات تلقيناها الآن من الأخوة المغتربين عبروا من خلالها عن شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لكل من قدم عطاء جزيلا لهذه المدرسة، كما خف أخونا عبد الله الأرباب الذين بذلوا جهدا مقدرا لإنجاح هذا العمل الكبير في مدرسة عيلفون الثانوية. تحايا متواصلة ما تزال تتواصل وتصل إلينا من الإخوة المغتربين والإخوة بالداخل، يثمنون على الجهد المبذول في مزرعة عيلفون الثانوية العليا للبنين. لا يفوتني أن أحيي جميع الأجهزة الإعلامية التي شرفت العيلفون بالحضور حضورا أنيغا في هذا المساء الجميل الرائع، وعلى رأسها قناة النيل الأزرق، وصحيفة الرأي ممثلة في الصحفي المعروف عادل الشوية، وصحيفة حكايات ممثلة في الصحفي ياسر مرغني، ونخبة متميزة من الإخوة الإعلاميين والصحفيين هم الآن حضورا أنيغا يزينون سماء العيلفون ببهائهم وأقلامهم الساطعة التي لا تزال تشتعل من أجل العيلفون حبا ومودة. ياسمين دكين في فاصل ومن ثم نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نهتدي ونستعين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا عز في الزمن القديم تاريخنا حافل، وللعهد الجديد جاهزين جحافل، للعرف الحقيقة وكل غافل، غير رب العباد ما لينا كافل. أما بعد، آبائي أمهاتي معلميني ومعلماتي، أزف لكم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد الاستغلال المجيد وإعادة تأهيل مدرسة العيلفون الثانوية بنين، مع تمنياتي لكم بغضاء أفضل الأوقات مع فقرات برامجنا، مع تحيات ابنتكم ياسمين محمد أحمد دكين، براعم إعلام منتديات جنة عدن. لا يفوتني أن أرحب بالأستاذة أماني خميس من صحيفة اليوم التالي، والأستاذ محي الدين شجر، والأستاذ معتصم طه من صحيفة الوفاق. مرحبا بكم في العيلفون. التقيته وأخي علي عثمان فجرا بمطار الخرطوم،
وكانت العيلفون محور حديثنا. كان ذكيا ومنصتا ومتحدثا لبغا ومحاورا رائعا. لم يزعم حديثنا الذي استمر غرابة الساعة ولم يمل الوقوف طويلا بجانبنا. أكدنا له أن هذه العيلفون في سبيلها نقاتل ونناضل، وفي ذات الوقت نوادد، ودون ذلك أنتم تفهمون. وأكد لنا ذات الإحساس إنه الأخ الأستاذ الدكتور عمار حامد سليمان محتمى الشرق النيل، الذي أكد يقينا أن العيلفون تمثل جزء مهم جدا من إحساسه. فهلا تقدمت متحدثا ومخاطبا أهلك في العيلفون أخي دكتور عمار حامد، وقبل أن تتحدث أكرر تحيتي لكل من قدم العيلفون، وعلى رأسهم أحمد شيخ إدريس عبد الله طه الضايع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة والهدى إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه وأوليائه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. أخي الأستاذ محمد أحمد حميدة، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، وزارة التربية الاتحادية، والوزير الأسبق لولاية الخرطوم وزارة التربية الأخ الدكتور عبد المحمود النور وزير التربية ولاية الخرطوم، الأخ مدير التعليم الثانوي، وقبل كل هؤلاء سادتنا